الاعلامي ده وليد فراج ده اعلامي سعودي، كل ماتش بين اي ناديين مصري او سعودي يطلع يعمل ايه كام تصريح كده عشان يصيط نفسه وكلام من ده كله. بس قال تصريح امبارح او اول امبارح، قال لك جمهور الاتحاد لم يسمع كلمه هارد لك في مباراه الاهلي، والاهلي فاز على الاتحاد في مباراه وديه زمان من 46 سنه، ايام لما كانت الكوره كانت جبس. ده الاعلام وليد فراج. نبذه سريعه بين الانديه السعوديه، المواجهات بين الانديه السعوديه والانديه المصريه. اتواجهوا مع بعض 50 مباراه، ما بين مباراه وديه، مباراه رسميه، دوري ابطال عرب، بطوله عربيه، وسوبر مصر سعودي. 50 مباراه وكاس عالم للانديه. 50 مباراه بين الانديه المصريه والانديه السعوديه. الانديه السعوديه ومواجهه للانديه المصريه هو نادي الهلال زعيم اسيا برصيد 17 مباراه. اتحاد جده واجه الانديه المصريه برصيد 11 مباراه. تمام. اتحاد جده اكتر الانديه فوزا على الانديه المصريه برصيد 7 انتصارات، بينما نادي الهلال السعودي اكتر الفرق هزيمه من الانديه المصريه برصيد 6 هزايم، اللي هو زعيم اسيا عندهم وزعيم السعوديه. نركز بقى بسيط عن المواجهات المصريه السعوديه. لكن الراجل وليد فراج قال لك جابك الله ولا جابك الهوى. ده تصريح قال اول امبارح للنادي الاهلي عشان هيواجه العميد الهلال السعودي. قال التصريح جابك الله ولا جابك الهوى، وقعد يقول لك كوره جبس. طب الاعلام وليد فراج جه برضو قبل ماتش الاهلي والهلال في كاس العالم انديه 2022، وكان هو اللي معاه فاتحين صدرهم، وسالم الدوسري فتح صدره وخدوا 4. تعال بقى نشوف بعد المباراه قال ايه لما الاهلي كسب 4-0 الهلال في كاس العالم للانديه. تعالوا. رحنا للمباراة الثالث والرابع واللي جمعت الهلال السعودي والاهلي المصري، والتي انتهت بنتيجة قياسية، فوز الاهلي المصري ب4 أهداف مقابل لا شيء. الكورة فيها فوز وخسارة، لكن لما تلعب مع نص الاهلي يعني الاهلي كان يعني زي اللي دخل مباراة ملاكمة وفي ايده جبس، يعني بيد واحدة شغال. اعد لك عدد اللاعبين اللي غابوا اليوم عن المباراة من الاهلي المصري، عشان قبل ما حد يجي يتكلم عن الغيابات اللي كانت موجودة في الهلال. الاهلي غايب عنه محمد الشناوي، واكرم توفيق، وبدر بنون، وبيرسي تاو، وصلاح محسن، وعمار حمدي، ومحمد محمود، وحسام حسن، واحمد نبيل كوكا للاصابة، وايمن اشرف، ومحمد مجدي افشه للايقاف. فبالتالي شفتوا. طيب تعال بقى نشوف قال ايه لما الاهلي السنه اللي فاتت خد ميداليه من الفيفا، عشان الاهلي اشترك 7 مرات في كاس العالم وخد ميداليه. قال لك الاهلي ده خبر طلع في الساعه، لو احنا عندنا الانديه السعوديه خدت الميداليه دي من الفيفا كانوا عملوا مهرجانات وافراح وليالي ملاح. نسمع التصريح ونرجع لبعض تاني. الخبر الفيفا اعطى النادي الاهلي المصري ميداليه تذكاريه بمناسبه المشاركه السابعه له في بطوله العالم للانديه. يعني لما تشوف الاهلي المصري 7 مرات، ولا ادعى انه له لقب متميز او مختلف. ما نبغى نسقط على احد، بس حكايه الانديتنا السعوديه كل واحد مطلع له لقب عشان المشاركه في كاس العالم، كان يعني فرحانين فيها احنا اكثر مما ينبغي. بينما نادي بقيمه الاهلي المصري 7 مرات واخذ ميداليه، لن يتعدى الخبر اكثر من يوم ولن يلتصق باسم النادي. يا عم وليد، شفت تصريحاتك يا عم وليد؟ انت عندك بنزيما وكانتي وفابينيو وناس ما شاء الله. يا عم انت عندك احسن لعيبه في العالم. طب بس هي مش بكده، ما انت برضه 2022 كان الهلال القمه التسويقيه ولعيبته اعلى من الاهلي ورزعناكوا 4. وانا بقول لك اهو الماتش بتاع يوم الجمعه ده احنا لو فايقين هنرزعكم 3 و4 اقسم بالله، لو احنا فايقين وبنلعب بجد. لكن بشغل الدلع ده احنا هنخسر، عشان تكون عارف بس. فانت خدها، احنا لو فايقين هنلبك يا وليد. صباحك فل.